اليوم على بالي اعمل يلنجي، بس مو اي يلنجي، يلنجي ام الديم على الطريقه التركيه. فشوفوا لي هالفيديو وشوفوا لي هالفتله، ما تبلي وما تخي. شو هالبرمه هي طالعه بتشل، لا تقولوا لي. فتابعوا لي هالفيديو ولا تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوه. عمتكم ام الديم انا بستاهل يو، بخلانين علي هالايام. فلنحضر الحشوه، اول شي بدي اياه زيت زيتون. رح ضيف على الزيت نص بصله مقطعه ناعم، بس انا البصله اللي عندي كبيره ها، انتو اذا صغيره بصله كامله. وبعد ما دبل عنا البصل شوي رح انزل بنص ملعقه طعم دبس بندوره ومثل فليفله، واذا الفليفله مو متوفره عادي، بس نحن هيك لازقه بكل الاكلات بس طيبه. نعمل لهم تقليبه مع بعض لحتى نشم هي التشويحه تبع المعجون طيبه. وهلا رح ضيف سنين توم مقطع، والثوم ما نزلته من الاول مشان ما يحترق عنا، مو مثل البصل فورا بيحترق. واضيف كاسه رز حبه وسط منقوع نص ساعه مع رشه نعناع يابس وبابريكا وبهار حلو يعني كبابه. وهون كل مين وبهاراته كمان، انا بدخلني. ولا تنسوا تملحوها، وبما انه يلنجي فلازم يكون فيها حموضه، فبدنا عصير ليمونه وشويه دبس